طب لو هدخل على الجامعة على طول هدفع كام في السمستر يا يحيى؟ هل الرقم ده هعرف اعمله من الشغل؟ مبدئيا بس انا اسمي يحيى باتنين يه مش بيه واحد عشان الموضوع بيعصبني. تمام. النقطة التانية، لو هتدفع كام في أول سمستر بتبقى على حسب الكلية اللي أنت هتتعامل معاها. طبعا في جامعات بتدفع من 5000 في السمستر، على 7000، 10000، على حسب أنت اتعاملت مع أنهي جامعة، وهل الجامعة دي ادتك منحة قد إيه. تمام. هل من الشغل بقى ان انت بتشتغل في امريكا ده هتقدر تدفع المصاريف بتاعتك بتاعت الجامعه؟ اه هتقدر تدفع المصاريف وهتقدر ان انت تشتغل. بس طبعا على حسب برضو ده شخصيتك، انت هتستحمل قد ايه المعاناه وطلع انت عشان هيطلع عينك حرفيا. آه، وهتحس بانت يعني مكبوت نفسيا، ده اللي انا بحس بيه يعني. ويعني مخنوق وتعبان وكل الحاجات الوحشه هتلاقيها برضو في الموضوع ده. بس صدقني يعني الموضوع يستاهل. على الاقل انت بتحس انت بتعمل حاجه لنفسك، انت بتبني حياتك من اول وجديد بنفسك، مش معتمد على حد تاني. طبعا ربنا يخليه اهالينا كلنا يعني، بس انا بكلمك عن نقطه ان انت بتبني حياتك انت فعلا، مش محتاج، مش قصه انت هتقدر ان انت تشتغل وتصرف على نفسك من الحاجه الصغيره للحاجه الكبيره. فطبعا دي حاجه كويسه جدا ان انت تعملها، وهتساعدك كتير في ان انت تبني شخصيتك، وانت لما تكبر يعني وانت اكبر تبني شخصيتك احسن. وبس، وربنا معاك ومعانا. السلام عليكم.